السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن البامية في الفرن ومعاه رز بشعرية. انا عارفة طبعا ان احنا كلنا شاطرين في الحاجات المطبخ دي، ودي حاجة بسيطة طبعا من حاجات المطبخ. بس انا حبيت اوريكم البامية اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض قبل كده. هنسلق الفراخ، ويا سلام بقى لو سالقين لحمة ضاني تبقى تحفة مع البامية، بتدي طعم خطير وجميل للبامية، وخصوصا لو هي في طاجن. احنا كده البامية اللي احنا كنا مخزنينها مع بعض، وده الطاجن اللي احنا هنشتغل فيه. هن هنجهزهم وان شاء الله تشوفوها وتشوفوا اللون الاخضر بتاعها، خضرها زاهي جدا، وان شاء الله ربنا يصلح ما بين ايديكم يا رب العالمين. هنجهز معانا بقى عصير طماطم، وبصلة مقطعة صغير، بصلة كبيرة او بصلتين كبار مقطعين صغير، ومعاهم فص ثوم مقطع برضو صغير، مع عصير الطماطم وملح وفلفل. وهنا معلقة من السمنة او الزبدة مع معلقتين كبار من الزيت. هنحطهم هنرفعهم على النار، وهننزل عليهم بالبصل والثوم مع بعض. هنشوحهم تشويح بس، احنا مش هندبل البصلة ولا هنديها لون خالص، مجرد ان البصلة تدبل بس دبلان خفيف. بالشكل ده هنقلبها كويس، هنحطهم الاتنين مع بعض ونقلبهم شوية من دقيقتين 3 كده، لحد ما مجرد ان البصلة تدبل فقط. مجرد ان البصلة تدبل هننزل بقى بالملح والفلفل ونقلبهم تقليبة بسيطة كده، ونروح نازلين عليهم بعصير الطماطم بالشكل ده. هننزل بقى بعصير الطماطم وندوب الملح والفلفل كويس. ممكن نحط مكعب مرق، بس طبعا عشان انا عامله الفراخ فيهم فراخ بلدي، فالفراخ البلدي طبعا بطبيعتها دسمه. هنسيبها بقى لحد ما تسبك خالص، وهي كده اتسبكت اهي. هننزل عليها بقى بالباميه. شوفوا بقى لون الباميه عامل ازاي لما تنزل، لونها اخضر وزاهي وجميل. والطريقه ممكن تقعد معاكم للسنه من السنه للسنه بالشكل ده. هننزل بقى بالشوربه. قبل ما ننزل بالباميه طبعا هننزل بالشوربه الاول، ونسيبها لحد ما تغلي، وبعدين ننزل عليها بالباميه. هننزل بقى كده بالباميه. شايفين لونها اخضر ازاي وجميل؟ ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين. هنسيبها تغلي بقى كده، وبعدين هندخلها الفرن ونسيبها بقى مع نفسها داخل الفرن. احنا كده دخلناها الفرن اهو. هنسيبها بقى شويه لحد ما تستوي خالص، طبعا نص ساعه كده ولا ساعه الا ربع، ندخل ايه نختبرها ونشوفها استوت ولا لا. هنيجي هنا للرز. هنحمر شعريه. انا بحب الشعريه بتاع الرز تكون كتير شويه، تديله شكل حلو، واغمقها كمان، اديها تحميره لحد ما تبقى لونها غامقه مش محروقه، يعني لونها يبقى لون بني غامق زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. هي تفتح لونها بعد ما نحط الرز والشوربه، بس طبعا نحذر عشان ما تتحرقش. طبعا احنا غاسلين الرز وهننزل بيه مع معلقه ملح ومعلقه فلفل اسمر صغيره، طبعا لان الشوربه فيها ملح وفلفل اسمر، فنراعي الحته دي عشان نشوف التحقيقه بتاعتها عامله ازاي، ما يبقاش طالع في الحوض او يبقى دلع بالشكل ده. هنهدي النار على الاخر ونسيبه بقى وننشفه لحد ما يتفلفل، تبقى حبايه الرز كل حبايه لوحدها بالشكل ده. نقلبه كويس لحد ما ينشف خالص من الميه. بعدين هنزوده بقى شوربه. طبعا دي حاجات بسيطه، وكل الستات البيوت طبعا عارفه الحاجات دي، ودي من اسهل الطرق بتاع الاكل طبعا في المصري. هننزل بقى بالشوربه، نغطيه لحد يعني يا دوبك يبقى عقلة صباع كده زياده، ونسيبه يغلي بقى. نظبط الحرق بتاعه طبعا، نسيبه يغلي لحد ما يتشرب. نهدي عليه النار ونهدي عليه النار شويه لحد ما يبدأ يدخل في التشريب. نرفعه على النار على الصاجة، نحط الصاجة اللي هي بتاعة توزيع الحرارة، نحطها ونحطها عليها ونهدي النار على الآخر. هو كده بدأ يغلي كده، اتشرب، بدأ يتشرب. هنجهز بقى الصاجة ونحطها على النار تسخن، ونهدي عليها النار على الآخر، وبعدين نرفع عليها الرز.
ونسيبه بقى مع نفسه قد ساعة، ساعة الا ربع كده. كده الحمد لله بعد ما طلع الطاجن والرز، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين، وبألف هنا وشفا مقدما. ولو كنت بتستفيدوا مني ولو بحاجة بسيطة جدا، أتمنى الاشتراك واللايك لرفع القناة. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.